طيب صباح الفل. من يومين كده كان في مباراة للزمالك والبنك الأهلي. خلصت المباراة بفوز الزمالك على البنك الأهلي في آخر دقيقتين عن طريق احتساب ضربة جزاء. لحد هنا وعادي، مفيش مشكلة. ما هو مش معنى إن في ضربة جزاء اتحسبت للزمالك إن في مشكلة. عادي، هو مش في فار؟ فعلا في فار. كابتن ميدو سلامة اللي قاعد على الفار ضرب رنة في السماعات للكابتن محمد عادل الشهير بحكم الاحتواء، وترجع هذه التسمية للمباراة الشهيرة اللي كانت بين الأهلي والزمالك اللي خلصت 5-3. وتاني يوم صباحا بعد المباراة طلع الكابتن محمد عادل في مداخلة شهيرة مع الكابتن شوبير على الراديو، وقال له الحمد لله انا قدرت احتوي المباراة. وطبعا تقدر تشوف الاحتواء ده كان شكله عامل ازاي لما ترجع تبص على المباراة وتتفرج عليها تاني كده، وتشوف بعد ما الاهلي جاب الجون الخامس قرارات التحكيمية كانت عاملة ازاي. ما علينا يعني. المهم، كابتن ميدو، ايوه يا كابتن تعالى كده بص في كوره كده احتماليه ضربه جزاء، ما تيجي تشوف. فعلا بكل رشاقه اتجه الكابتن محمد عادل وبص على الفار مره واتنين. ايه يا ابني يا ميدو، الله يخرب بيتك يا ميدو، هي دي اللي انت جايبنا عشانها يا ابني؟ مفيش فيها حاجه يا ابني. كره خبطه في الارض وردت في ايد المدافع، ما فيش يعني، هو رد فعل ومفيش مجال قدامه ان هو يبعد يعني. لا لا، انا ما فيش فيها حاجه. وفعلا استدار الكابتن محمد عادل واتجه ناحيه الملعب وكلكس ضربه جزاء. انت بتقول ايه؟ انت مش لسه قال من شويه مفيش فيها حاجه؟ فعلا هو قال مفيش فيها حاجه. واحنا ما كناش هنعرف الحوار العبثي ده لولا التسريب اللي في لجنه الحكام اللي هم منهم فيهم كابتن ابراهيم نور الدين، اللي هو طمعان ان هو يبقى رئيس لجنه الحكام وعندهم مشاكل بيحلوها مع بعض. وللاسف يعني هو ده اللي وصلنا. يا كابتن ابراهيم نور الدين ده انا يعني ايه تاريخه في التحكيم؟ انا مش عارف. يعني تاريخه، الحاجه التاريخيه اللي انا فاكرها له القلم اللي كان خده في ماتش الفيصل، وصعب علينا كلنا وقتها وكنا بندافع عنه وما ينفعش وبتاع. لا، وكان في حاجه تانية، كان في ماتش ودي للامارات والارجنتين، وراح جنب ميسي ينطق الكوره كده، اللي هو بيرفع الكوره من العرض ويقول له ميسي شفت انا بعرف اعمل ايه، فاللي هو بص له كده يعني. ده تاريخ ابراهيم نور الدين بالنسبه لي. ده هو تاريخ ابراهيم نور الدين يعني. ده بقى رئيس لجنه التحكيم دلوقتي. وكان قبله عصام عبد الفتاح اللي ما كانش عاجبه كلاتنبرج اللي كان قبله، اللي هو يعني كلاتنبرج ده اللي هو مش عاجب عصام عبد الفتاح عشان هو كان خبير. مش خبير بالنسبه لعصام عبد الفتاح، مش خبير ليه؟ عشان حكم نهائي دوري ابطال كده بين فريق اسمه ريال مدريد واتلتيكو مدريد. كان بيحكم في كاس عالم، بيحكم في دوري انجليزي، كلام فاضي يعني. فمش ده اللي يملى عين كابتن عصام عبد الفتاح اللي هو اصلا ايه تاريخه يعني ما اعرفش. فهي دي لجنه الحكام اللي عندنا. والموضوع بالنسبه لي اعمق من ان حكم غلط لصالح الزمالك او لصالح حد تاني، وده اللي بيتناقش في الاعلام يعني. ده اللي الاعلام بيوجهنا ليه دلوقتي، ومش ده المظبوط او مش ده الحقيقي او مش ده اللي المفروض ان الاعلام يتناوله او يتكلم فيه. مش قصتي. انا مش قصتي ان حكم غلط وتعاقب. ما يتعاقب، انا مش ده موضوعي. ومش قصتي هو غلط لصالح مين، لان طلع جمهور الزمالك دلوقتي يقول لك طب ما لجنه التحكيم اللي بتتكلم انتوا بتصيحوا ليه؟ ما لجنه التحكيم هي بتقول ان ابراهيم نور، ان اسمه ايه ده، محمد عادل غلط وما احتسبش ضربه جزاء لصالح الزمالك، وحسب ضربه جزاء على الزمالك مش ضربه جزاء. يعني لو عايزين تتكلموا بقى بالورقه والقلم يبقى هو ظلم الزمالك مش ظلم البنك الاهلي. وهي دي النقطه اللي بيوجهنا لها الاعلام. انا مش قصتي الحكم غلط لصالح مين، مش قصتي اصلا. ومش قصتي ان يتوقف ولا يتعاقب ولا تسريب ولا مش قصتي الكلام ده كله. ما هيتعاقب، هيتوقف شهر، هيتوقف كام اسبوع، هينزل يحكم درجة تانية، مش هيحكم اهلي وزمالك فترة. مش ده الموضوع نهائي. ما عادي، الحكام بتغلط كل يوم، مش دي القصة. انا قصتي ان الحكم يغلط وهو متعمد يغير قناعته لصالح فريق، وهو السبب الاساسي. هو ليه بيغير قناعته؟ هل لانه زملكاوي؟ ما اعتقدش. ولا لانه خايف من اللي هيتعمل فيه في الفضائيات بالليل وانه هيتروق؟ بمعنى اصح، الارهاب اللي بتعمله اداره الزمالك وناجحه جدا فيه، سواء لاتحاد الكوره اللي لسه مش عارف يعاقب جوميز لحد النهارده، اللي لسه دونجا ما تعاقبش لحد النهارده. هو ده الارهاب اللي بتعمله اداره الزمالك وناجحه جدا فيه، سواء مع لجنه الحكام اللي لازم ومن مصلحتها تكون ضعيفه. ولما جه واحد اجنبي مش فارق معاه الليله دي، كان بيتشتم على قناه الزمالك وبيتقال عليه شاذ جلاتنبرج، وما كانش عاجب عصام عبد الفتاح. علشان دي دلوقتي ننزل من سيء لأسوأ، من عصام عبد الفتاح لابراهيم نور الدين. ناس ببساطه تعرف تسيطر عليها، ناس ضعف. ولما ينتبه النادي الاهلي لحاجه زي كده ويطلع يصدر بيان ويقول فين اللي احنا اتفقنا عليه، فين رئيس لجنه الحكام الاجنبي؟ النادي الاهلي اللي بيتقال عليه بتاع مجاملات. طب يا عم انا بتاع مجاملات والحكام بتجاملني، طب ما تجيب رئيس لجنه حكام اجنبي لا يعرفني ولا يعرفك، لا انت ولا انا نفرق معاه. يطلع الرد من الزمالك وجمهور نادي الزمالك والحملات الممولة لنادي الزمالك انه النادي الاهلي هو السبب.
يعني مش محمد عادل، لا، النادي الاهلي اللي بيطلع بيان عشان يرهب اتحاد الكوره، علشان ما يترهبش من الزمالك. انت فاهم اللي انت فاهم احنا فين. واختصارا في 3 نقط: النقطه الاولانيه وهي الاعلام بين قوسين المحايد اللي بيوجهك في سكه غير اللي المفروض يوجهك فيه، انه عادي حكم وغلط، لجنه الحكام بتعاقبه، ده في مشاكل في لجنه التحكيم. مش ان المشكله الاساسيه ان مش حكم غلط، ده حكم غير قناعته واحتسب خطأ لصالح الزمالك. حكم بيغير قناعته لصالح نادي. وده يودينا للنقطه الثانيه، وهو نجاح إدارة نادي الزمالك في إرهاب لجنة الحكام، في إرهاب لجنة المسابقات اللي لحد النهاردة مش عارفة تطلع عقوبة على جوميز ولا على دونجا. إرهاب اتحاد الكرة بشكل عام. مش بس كده، النقطة الثالثة إن لما الأهلي حب يعترض على وضع غلط أو ينبه لوضع غلط من البداية ويقول فين يا جماعة اللي اتفقنا عليه، طلع إن النادي الأهلي هو الوحش. طلع إن النادي الأهلي هو اللي بيرهب اتحاد الكورة علشان خاطر ما يترهبش من إدارة الزمالك. انت فاهم الليلة اللي احنا فيها؟ بس كده، هو ده كان رأيي في اللي بيحصل. صباح الفل.